بيظبط الحاجة بالظبط. ايه مطلوبة تقريبا. ده كده بيتظبط عكس عقارب الساعة، بنعكس مع عقارب الساعة. طبعا زي ما انت شايف، اعتقد في برضه جوه نفس الفكرة بتاعت الصامولة كده. انت كده بتظبط مع عقارب الساعة. فك يلا. نفس الفكرة برضه اللي انا يعني بتكلم عليها كل شوية، اللي هي الفكرة بتاعت الصامولة، ان اي مفتاح من هنا لازم له صامولة من جوه، ودي اللي مخلية الدويل شغال بالشكل الصحيح. فاحنا هنفك الجزء ده. دي صامولة 12، صامولة 12 هي اللي ماسكة المقصات. الجزء الصامولتين دول، واحدة 12 واحدة 11، الماسكين المقص بالجزء الخلفي مع الحاجة بتاعتي. فأنا محتاج مهمة جدا طبعا وجودها، اللي هي ال 12، المفتاح البلدي المشرشر ده. بتعمل ايه المفتاح ده؟ ده بيمسك كده الجزء المتصل بالمروحه او الجزء المتصل بالمروحه. نحط بس ده كده فوق كده عشان ما يعطلناش اهو. اوكي. طبعا ده بيمسك الجزء ده، بيمسكه عشان خاطر يبدا يشتغل هنا. تمسكه ازاي؟ طبعا عندك بقى كذا طريقه اهو. كده انت مسكت المفتاح. لا، الصامولة أكتر من 12، يعتقد 13، لأن هي المفروض تبقى ماسكة بتاعت الجزء ده أهو. كده أنا مسكت الصامولة بتاعتي أهي، كده مسكت الصامولة. بس هنبدأ نحط الصامولة. عندنا صامولة 13 ومسمار 12. خلاص، فهنستخدم المسمار 12 بتاعنا. هنبدأ نستخدم الدريل. طبعا حاول ان انت الدريل يبقى نظيف وانت بتستخدمه عشان ما يبص ويبقى. يبقى انت ما تفكش اي مسمار الا لما تمسك الايه، لما تمسك الصامولة بتاعته من هنا عشان يتفك مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مرحلة الفك. يسموها المفروض دي 12. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بدأت الصامولة تتفك. طبعا الصامولة مش داخلة أصلا في البتاع، كانت أكبر منها شوية سيكة، بس هتشتغل معانا إن شاء الله بإذن الله. فكاهي. أهي بدأت الصامولة تتفك من جوه. كل ده عشان نطلع بس المقص. طبعا المقص مهم جدا ولازم يطلع بالطريقة الصحيحة. إن شاء الله يطلع بإذن الله بسهولة بإذن الله. طبعا ممكن أمسكه برضه كده
افك. شكرا كده الصامولة بتاعتي اتفكت. دي الصامولة بتاعتي اللي ماسكة المسمار الأول للمقص اهي. خلاص نبدأ بقى نخش على الجزء التاني. برضه عندنا هنا صامولة مش عارف هتبقى الصامولة ولا مش صامولة، بس واضح ان هي هيبقى في صامولة هنا برضه عشان احمي الجزء ده. لازم الحاجات دي تتعمل بصامولة، مش هتنفع تعمل من غير صامولة. كده المسمار بتاعي اتفك، هبدأ اطلعه من اوكي. هدوس بس على الخاصية بتاعت عشان يطلع معايا كده. الصامولة اتفكت والمسمار اتفك. ناخد بقى الجزء اللي تحت اللي هو المفروض يبقى بالشكل ده كده. في جزء بقى تحت المسمار برضه، دي بصامولة اعتقد برضه. هنا في هنا صامولة نحاول ان احنا نخش عليها دبليو روتين عشان نظبط دبليو روتين بتاعها. بص برضه بنفس الصامولة هنشوف هنا صامولة، هنا صامولة 13 صامولة 13 ولا صامولة صامولة 13. فك الدريل ناخد الصامولة 13. نبدأ عايز بس افك الحاجة تبقى ايه بس. خلاص اتفكت زي الفل. طبعا في ورا صامولة. خلاص احنا كده فكينا ايه الجزء اللي ايه الخلفي اهي. نبدأ ان احنا نمسك الجزء ده ونفك الصامولة بتاعتنا عادي. طبعا الصامولة متاكلة، مش متاكلة الصامولة متضررة جامد، يعني جامد جدا يعني. فده مخلينا ان احنا مش عارفين ان احنا حتى الحاجة حتى لما تيجي حتى تفكها بصوا ده شكل الصامولة عاملة ازاي. الصامولة يعني تحس ان هي اصلا خلاص انتهت. ودي طبعا الميزة في الفك والتركيب بنفسك مش بالصنايعي. الصنايعي بقى بياخد الحاجة والحاجة ايه بايظة والحاجة تبقى معفنة والحاجة تبقى وحشة ويركب لك أي حاجة وخلاص. ما هو عايز يعمل عمرة وخلاص، والعمرة بقى ب 8000 جنيه و 10000 جنيه.
على اي سقوط، لا انت تعمل عمليتك بنفسك. كورس صعب بس ان شاء الله هيبقى زي الفل باذن الله. ده المفتاح الكبير او المفتاح للمقص بالمنظر ده كده، نحطه على جنب كده. كده فاضل اهو المفتاح التاني بقى اللي هو ايه، هو المفروض ان انا كده المقص خلاص بقى حاوي معايا خلاص، مش فاضل بس غير الجزء اللي تحت الصغير الحلو ده، اللقمه الجميله دي كده اللي هي رابطه المقص بالجنط الخلفي. كده المقص بتاعنا حر ماشي وممسوك هنا، طلع بس كده الفرامل. طبعا الفرامل طبعا منظرها كويسه كويس الى حد ما. انا مش هتكلم فيها لان هي اصلا المفروض تبقى بالمنظر ده، وهي طبعا المفروض حتى الفرامل بتاعتك او الباكن الخلفي لو انت عايز تغير مفيش مشكله خالص في التغيير، كده كده ممكن تغير يعني عادي، بس شكلها طبعا محتاج تنظيف ومحتاج تظبط، فدي هنسيبها فوق العجل هنا. انا طبعا مش عاوز ان انا ابهدل اي حاجه، كل حاجه زي ما هي ان شاء الله. هنتعلم الفك والتركيب والتنظيف ازاي، الحاجات دي انا عايزكم تتعلموا ازاي تفكوا وتركبوا. خلاص كده المسمار مش فاضل بس الا مسمار ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نمسح ايدينا ماشي، نبدا ندخل المسمار بتاعنا ده صغير. طبعا الفاضل طبعا بعد استخدام العدد انك تمسح العدد عشان خاطر الحاجه دي تبقى جايه مظبوطه يعني. خلاص المفروض ده 13، المفروض ده 12، انا محتاج 12. طبعا حاليا انا بفك المسمار عشان اطلعه، لانه بيتفك بطريقه معينه، الدريل بيخليه يلف في مكانه. انا استخدمت مفتاح بلدي عادي 12 عشان ابدا افك. ممكن برضه ان احنا ايه ندوس عليه او نطلعه بس لما الحاجه تتفك. طبعا انا ممكن استخدم برضه هنا لقمه 12، هشوف هيحصل فيه ايه لو انا دخلته. هنا اللقمه بيتلف في مكانه، ما انت بتلف في مكانه. يعني انت بتلفه في مكانه. كده بتلفه اتجاه الاخر، مش مشكله خالص. كده كده هنفك بس الجزء ده. هنبدا نفك بقى المرحله بقى اللي جايه اللي هي الجزء ده. دي صاموله، هنشوف دي صاموله قد ايه وهنشتغل. اعتقد ان هي صاموله بقول لك 24. تعالى نشوف ال 24 هي فين. 24 دي الصاموله، لا دي 24 اكبر منها. اهي دي المفروض اللي بتاعت الكاوتش 22 دي اللي انا هحطها عشان ابدا افك. دي اللي هنفك بيها المقص. اوكي ننظف كده نفسنا. الشغل لازم يكون مترتب ومظبوط. خلاص مش عايز اي حاجه خطأ في الموضوع. طبعا هنا عندنا صاموله بتاعت المفتاح الكبير معانا اهي دلوقتي. يبقى احنا معانا صاموله المفتاح الكبير وصاموله يبقى المفتاحين الكبار بتوع المقص اللي ماسك المقص بالمروحه. خلاص عشان بس الناس ايه هنبدا نوش. طبعا الدي دبليو 40
مهم جدا وانت بتعمل العمر عشان تفك بس المسامير بتاعتك. خلاص، زي ما انتم شايفين معايا هنا هنبدا نفك الصاموله ب 24. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الصاموله بتاعتنا جميله. ده الصاموله بتاعت المقص اللي هي ماسكه المقص كده. المقص اهو اتحرك، هيتحرك من مكانه. طبعا هشيل بقى المسمار ده برضه. كل الحاجات دي محتاجه يا جماعه تتشحم وتتظبط وتتراجع يعني تتراجع بكفاءه كويسه شويه. تمام. يقول لك انت مش محتاج دويل في الحاجه. لا يا جماعه، امال انت هتفك ازاي العجله الخلفيه العجله الاماميه؟ هتفكها بايه ان شاء الله؟ بهبلك؟ لا طبعا محتاج دويل ومحتاج. بصوا خلي بالكم هنا بقى في نقطه مهمه جدا. المفروض في المقص هنا في المفروض زي حاجه كده، زي اللي هو الجانت كده. خلاص، وحاجه يعني حاجه مش حاجه زي تبقى في جلبه يمين وجلبه شمال من الناحيتين. خلاص، دلوقتي المفك الحمد لله بقى حر، خلاص جاهز للانطلاق النهائي. قبل الانطلاق النهائي في بس ايه اللي هو المفك اللقمه اللي هي 13 ال 12 اللقمه ال 12 العاديه. خلاص هنفك واحنا بنرجع المقص شويه فوق، لان طبعا اللي هو طبعا دي مهاره اصلا يعني. فهنفك ونطلع، هنفك ونطلع. ده المسمار بقى يا جماعه الكبير اللي قلت لكم عليه اللي هو بتاع المقص. لو انت ما اشتركتش في القناه اشترك، فعل زر الجرس. القناه دي ان شاء الله باذن الله نعمل فيها العمره لجميع انواع السكوترات عند ملك السكوترز. هنتعلم فيها كل التفاصيل ان شاء الله وديتيلز، وهنتعلم نعمل كل حاجه في العمره بتاعتنا من غير ميكانيكي. اه طبعا لازم تكونوا في ميكانيك. لو انت مش حابب بقى تعمل الكلام ده كله تيجي عندي عبد الله. فك وشد تتفك معايا، بس تاخد معايا وقت شويه. ان شاء الله باذن الله نعملها على اعلى مستوى. الحمد لله بدأت تفك اهو. كانش الدريل عايز يطلعه لان هو ثابت في مكانه. يقول لك انت المفروض تشحب. ماشي تشحب.
ده المفتاح بالصامولة بتاعة المقص التاني، وده المقص. اللهم صل على رسول الله. دي الجلبة اللي بقول لكم عليها، جلبة اهي، جلبة وجلبة هنا كمان. صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. ده المقص، ده شكل المقص بتاع الايكوس سكوتر. لازم يتغسل ويتظبط ويتقفل ويتشحم ويتحط تاني. وهنا بدأت العجلة الخلفية تبقى حرة. طب هنا عندنا الناحية التانية ايه؟ هنا عندنا الناحية التانية في فلتر الهواء، خلاص، وعندنا بصوا خلاص كده العجلة الخلفية ممكن اشيلها دلوقتي حالا. عندنا الناحية الأخرى في فلتر الهواء، وفي عندنا الطرابة دي عايز افكها دلوقتي معاكم عشان نشوف ازاي ان احنا ممكن نشيل العجلة الخلفية بكل سهولة. نبدأ نفك الطرابة الخلفية. طبعا الطرابة الخلفية محتاجة تتظبط جامد قوي، وهي مربوطة زي ما احنا قلنا بالمقص من فوق مع اسطوانة الباكن بتاعتنا. عندنا طبعا اهم حاجة الجزء الخاص بالعجلة، مهم جدا عشان محدش ينساه اهو. الصامولة دي مهمة جدا، ممكن نجيب اصلا الصامولة اصلا بدلها، بس هنظبطها وهنشحمها وهننضفها. ماشي، دي صامولة العجلة. هنبدأ نخش في الجزء الخلفي، ناخد معانا مفكاتنا ولقنا اللي احنا هنشتغل بيها دايركت، وهناخد معانا المفتاح الثلاث تجميع. كده نرجع نظبطها ده شوية. طبعا عايز ارفع شويه العجله الخلفيه نرفعها. بصوا معايا خلاص كده الموضوع منتهي. العجله الخلفيه بمجرد ما هفك الطرابه دي دلوقتي مع بعض، هنشوفها دلوقتي مع بعض. هنشوف مجرد ما افك الطرابه دي ان شاء الله وتتفك معايا، هتبدا ان احنا ايه نفك مع بعض. تعالى نشوف مفتاح 12 اهو. هبدا افك الطرابه هنا. ايه ده؟ ولا 10 ولا 11 ولا 12. ماشي يا سيدي، مش مشكلة. مفيش مشكلة خالص. معانا اللقم بتاعتنا اللذيذة الحلوة. هاتلنا لقمة 11، لقمة 11. ادي لقمة 11 اهي. ماشي، هاتلنا مفتاحنا لذيذ. اللقمة دي مش 11، مش ده اعتقد 10. 10 حاضر. اوكي، نجيب 10 19. طبعا الطرابه دي المفروض هي تبقى ماسكه بالاتجاهين من فوق ومن تحت، بس بما ان هي ماسكه هنا في الجزء ده، فانا ممكن افك الجزء ده عادي خالص اللي هو اللي ماسك فيه الطرابه، او افك ده. بس انا مش هفك ده، هفك الجزء اللي تحت ده اللي هو اللي فوق ده، مع انه اصلا ممسوك. ايه ده؟ ايه ده؟ ممسوك بيه زي ما انتم شايفين معايا صاموله بالشكل ده كده. فالصاموله دي
هي اللي فاكه معانا بالمنظر ده الصامولة دي. ناخد مفتاح 12، نحط الصامولة بتاعتنا الناحية التانية. يلا يابا. نفك الصامولة. طبعا المفروض يكون معانا حاجتين، واحد 12 بوصة يقفل، والتاني يمسك. 11 اعتقد دي اصغر اصلا كمان من 11، اصغر كمان من 11. مفتاح كده، مفتاح ده مفتاح اصلا صغير، ممكن يكون 10. خلاص ناخد ال10 اهي. هو فعلا 10. هنبدأ نفك الصامولة. خلاص الصامولة كده فكت معانا. يا جماعة الموضوع سهل وبسيط وسهل. هنا الجزء ده والجزء ده. ده كده مفتاح الطيارة اهو. مفتاح الطيارة اللي هو بيمسك ماسك مع الكلاتش الخلفي كده. الطيارة بقت حرة الحركة كده. الموتور اهو. ابدأ ان انا اهو، بصوا العجلة الخلفية خلاص انتهت كده، هتطلع بكل سهولة. طبعا انا عايز ابدأ برضو ان انا اغير العجلة الخلفية. انا عاوز ان انا اشد شوية المقصات، عشان عايز ارفع شوية العجلة الخلفية بتاعتي تبقى فوق، فاهمني؟ ارفعها شوية سيكة يعني، بدل ما هي واقفة كده محلك سر. ده المنظر الضرابة بالشكل ده. طب نسيب ده كده على جنب. ده كده الطيابة خلاص عرفناها، ماشي. نشتغل بقى في الفلتر الخلفي. الفلتر الخلفي هنا المفروض ان انا افكه تمام، عشان يقفل لي الحاجة بتاعت الفلتر. هو هنا مربوط بسلكة هنا. طبعا الفلتر اصلا فلتر بايظ مش شغال، عايز افكه بالكامل عشان خاطر ايه ابدأ استخدمه معاكم. هشيل بس حاجة عشان دي ما يتلخبطش. ده هنشيل الشكمان، هنشيل القص بتاعنا. خلاص اشتغل حتة صغيرة كده عشان نظبط الحاجة بتاعتنا مظبوط. هنفك الفلتر الخلفي اللي هو الفلتر بتاع الهواء، هنفكه